مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. انفجار عبوتين ناسفتين بريف الحسكة. مجموعة ملثمة تخطف مدنيا في مدينة كوباني. تنظيم داعش يغتال إعلاميين في مدينة أورفا. إلى التفاصيل. نقلت مصادر من وحدات حماية الشعب أن عبوتين ناسفتين زرعهما التنظيم في قريتي الغرة وعزو انفجرتا بسيارتين لوحدات الحماية، ما أدى إلى إصابة 3 مقاتلين بجروح، حالة أحدهم حرجة. كما انفجر لغم أرضي من مخلفات التنظيم في قرية السرب جنوب الحسكة، أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 11 عاما. خطفت مجموعة مجهولة الهوية مكونة من 4 أشخاص مواطنا في مدينة كوباني. وقالت مصادر أن عملية الخطف قد تكون لخلافات مادية بين المخطوف وجهات أخرى، كون المواطن ياسين المخطوف له مكتب بيع وشراء السيارات، وهو من سهل القملق بريف كوباني الغربي. ويذكر أن هذه العملية هي الأولى من نوعها التي تحدث في مدينة كوباني بعد تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية داعش. اغتالت مجموعة ملثمة شابين إعلاميين معارضين لتنظيم الدولة الإسلامية داعش من مدينة الرقة ذبحا في مدينة أورفا بتركيا البارحة مساء. يذكر أن الإعلاميين هما ناشطان يعملان في حملة الرقة تذبح بصمت. واتهمت حملة الرقة تذبح بصمت التي توثق انتهاكات تنظيم داعش في شمال سوريا عبر صفحتها على الفيسبوك، اتهمت التنظيم بالوقوف وراء عملية الاغتيال. سقط عشرات القتلى والجرحى صباح اليوم الجمعة جراء قصف لقوات النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق جنوبي البلاد. وقالت مصادر في المدينة أن فرق الدفاع المدني مستمرة في إسعاف عشرات الجرحى، وأن أعداد الضحايا في ارتفاع مستمر نتيجة الحالات الخطرة بين الجرحى والمصابين. وأضافت المصادر ذاتها أن المشافي الميدانية في المدينة لا تستطيع تقديم العلاج لكل الجرحى بسبب الأعداد الكبيرة لهم. قالت المملكة العربية السعودية أنه يتعين على إيران أن تقبل برحيل الرئيس السوري بشار الأسد كجزء من أي حل للنزاع في سوريا. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه لا شك أن الأسد يجب أن يرحل سواء عن طريق عملية سياسية أو يزاح بالقوة. وكانت السعودية قد استبقت اجتماع فيينا بالتذكير بموقفها الثابت من الأزمة السورية، معتبرة أن البحث في موعد محدد لرحيل الأسد سيكون بندا أساسيا في الاجتماع الذي يختبر مدى جدية إيران وروسيا حول الحل في سوريا. انتهت النشرة الموجزة، قدمتها لكم أنا هوجين هادي من إذاعة هيفي اف ام. طابت أوقاتكم.